مشاعرك بتولد أفكارك، والفكرة بتترجم للفعل، والفعل بيأثر على الاتنين. مثلث كل أضلاعه متصلة ودايما في حالة حركة. أهلا بيكم. دكتور نفسي مرموق اسمه ميتش أبلت صحى من النوم بعد ليلة ما نامش فيها بسبب بنته اللي بتعيط طول الليل. هو ومراته معرفين وبيحدفوا المسؤوليات على بعض، والجو في البيت من أول اليوم اتوتر. وصل شغله متأخر، لقى الدنيا مكركبة، تليفون من ولي أمر متعصب، اجتماع مهم نسي يحضر له، حتى القهوة طلعت سكر زيادة. ميتش قعد على مكتبه دماغه هتنفجر من التفكير لحد ما افتكر قاعدة ذهبية بتستخدم في العلاج النفسي: سمي مشاعرك عشان تعرف تسيطر عليها. name it to tame it. لكن اللي ما كانش سهل يعرفه هو أصلا حاسس بإيه، غضبان ولا محبط ولا حزين، ولا ده مجرد إرهاق. من صغرنا اتعلمنا نكبح مشاعر معينة ونحس بالحرج منها، زي الخوف والغضب والغيرة، لكن مهما تخيلنا إننا بعدناها عننا بتفضل جوانا تتحكم في سلوكنا ودوافعنا. طب ليه كبت المشاعر ما بينجحش؟ لأن المشاعر جزء ضروري من تكوين البشر، من غيرها ما كناش هنكمل لغاية دلوقتي. فمثلا لو خطر فجأك، الخوف هيدفعك تهرب قبل التفكير. عشان كده المشاعر أحيانا بتكون ضد المنطق، لأنها عكس التفكير والتريث. الناس مش بتقتنع بالمنطق، لكن بالطريقة اللي بتقول بيها كلامك، والمشاعر اللي بتوصلها بأسلوبك. السر إن ساعات قلبك وعقلك بيعوزوا حاجات مختلفة، إن جزء الدماغ اللي بيتحكم في التفكير والمنطق مختلف عن الجزء المسؤول عن مشاعرنا ورد فعلنا العاطفي. بطل المشاعر في الدماغ هو الأميجدالا أو اللوزة المخية، ودي بنية صغيرة في النص اليمين والنص الشمال من المخ، لكنها شديدة التأثير في حياتنا. مهمتها تحلل الموقف، تولد شعور سريع عشان يحمينا، غالبا بيكون شعور سلبي زي الخوف أو الغضب. نفس الوقت جزء تاني من الدماغ بيحلل الموقف، وهو القشرة المخية الحديثة أو الدماغ المنطقي. كل ما أشركنا المنطق في معالجتنا للموقف، كل ما قل دور المشاعر. والعكس، لما نبقى متعصبين وأي كلمة أو نظرة بتخلينا ننفجر، ده معناه إن الأميجدالا، جرس الإنذار في مخنا، شغال على أقصى طاقته. العلم بيسميها الأميجدالا هايجاك أو اختطاف الأميجدالا، كأن الجزء الصغير في مخك ده اختطف شخصيتك بشكل كامل، وبقت المشاعر بتحركك بدل ما تتعامل بالمنطق. عشان كده نيمت تتيمت قاعدة ذهبية للتحكم في المشاعر. لما تصير إحساسك في كلمات، بتقطع عمل الأميجدالا وتهبط نشاطها، وبتشرك الدماغ العقلاني في الموقف. ولما المنطق بيشترك، الانفعال بيهدى بس لمجرد إنك قلت أنا حاسس بكده. العلماء بيسموا التكنيك ده تسمية المشاعر أو الأفكت ليبلينج، وده حجر أساس عشان يبقى عندك ذكاء عاطفي وتقدر تتحكم في مشاعرك. ورغم إنه مفتاح سحري، لكن مش سهل تعرف أنت حاسس بإيه. كتير ما بنلاحظش شعورنا إلا لما بيبقى قوي ويجبرنا إن احنا نواجهه. السبب التاني إن مشاعرنا مش دايما بسيطة. البشر عندهم قدرة على المشاعر المركبة أو اللي بنسميها الميتا ايموشنز، إنك تحس بشعور وتحس بإحساس تاني تجاه الشعور ده، زي إنك تشعر بالخجل فتحس بالحزن إنك خجلان، أو تشعر بالحزن فتحس بالغضب إنك حزين، أو تقلق تجاه إحساسك بالغضب وده يخليك مكتئب، وهكذا. مشاعر بتتراكم فوق بعضها ونحس بمشاعر مركبة، فيبقى صعب إننا نفصلها عن بعض. تعال ناخد العصبية على سبيل المثال. إيه هي العصبية؟ اوعى تفتكر إن العصبية هي الغضب بس. الغضب هو الشعور الأساسي اللي بيبان على الوش، لكن العصبية حاجة أعقد من كده. الأجانب بيسموها الإريتابيليتي أو سهولة الاستثارة. زي ما بنقول إن الواحد يكون خلقه ضيق، ينفجر على ناس معينة اللي عادة بيكونوا الدوائر الأمنة زي الأهل، لكنه بيكبح نفسه قدام مديره أو الأقوى منه خوفا من العواقب. وده مفهوم في التحليل النفسي اسمه الإزاحة العاطفية، وده فيه إن التوتر ما بيتصرفش، لكن الإنسان بيخرجه في مكان تاني آمن على أهله أو حتى على نفسه. وغالبا التراكم ده بينتهي بانفجار، يبقى نقاش بسيط بس تنفعل بشكل مش متناسب مع الموقف، لأن التوتر القديم متراكم ولسه حاضر. فالعصبية مش شعور أساسي في حد ذاته، لكنها شعور مركب من إرهاق عصبي وكبت المشاعر زي الإحباط والحزن والخوف. دي المشاعر الأساسية اللي كلنا بنحس بيها. الخريطة دي صممها طبيب نفسي مشهور اسمه روبرت بلوتشيك، وشاف فيها 8 مشاعر أساسية: الفرح مقابل الحزن، الغضب مقابل الخوف، الثقة مقابل النفور والاشمئزاز، والمفاجأة
عكس الترقب. والمشاعر دي عاملة زي الألوان، ممكن تخلط شعورين مع بعض عشان يدولك شعور جديد مختلف. فالحب مثلا شعور مركب من السعادة والثقة، عكسه الندم خليط من الحزن والاشمئزاز. هنتكلم عليهم بالتفصيل في حلقات جاية. طب ليه ده مهم لما نتكلم على العصبية؟ لأن نفسيتك ليها مجال معين بتقدر تتعامل بكفاءة جواه. العلماء سموا المساحة دي window of tolerance أو نافذة التحمل. لو خرجنا براها لفوق أو لتحت بيحصل خلل. فوق جسمنا بيشتغل بعنف، بيحس بقلق شديد، ببانيك أو غضب، بيكون صعب نركز أو نفكر بوضوح. أما تحت جسمنا بيفرمل زيادة، فتحس ببرودة ورغبة في الانعزال، كأنك مطفي منفصل عن اللي حوالين منك. ولكن مش دايما هنفضل في المساحة المثالية، لكن الهدف إننا ندرك إمتى بنبقى فوق وإمتى بنفقد طاقتنا وبننسحب. أما بالنسبة لصاحبنا دكتور ميتشل اللي حكينا عنه في أول الحلقة، فمسك قلم وورقة وقعد يحاول يفصل مشاعره، لأنه حس بعجز تجاه بكاء بنته طول الليل، وغضب وتوتر من خناقته مع زوجته، وشوية قلق كبروا الخلاف، وإحراج ولوم إنه اتأخر على الشغل ونسى الاجتماع، وتهديد وارتباك من المكالمات اللي جات له، وضغط من الموظفين اللي محتاجين مساعدته، وحتى إحباط من القهوة اللي طلعت سكر زيادة. فصل مشاعره عن بعض زي السلوك المتشابكة. إن الغضب سبب له عصبية، واللوم خلاه ينكمش، الحب والخوف خلوه حساس، فهم أحاسيسه الملخبطة. ودي المهارة اللي محتاجين نكتسبها عشان يبقى عندنا ذكاء ووعي عاطفي. أهم خطوة في علاج العصبية عشان نطبقها ناخد لحظة نحاول ندرك إيه أول شعور ظهر. فلو مثلا توتر، بعدها نحدد مشاعرنا، هل أنا قلقان أو مكسوف من توتري؟ هل أنا حاسس بحاجة تانية معاه زي الحزن أو الغضب؟ ثالثا نسميه بدقة على قد ما نقدر، نستخدم كلمات واضحة زي قلق، خجل. فصل المشاعر عن بعض ونعالج كل طبقة من المشاعر على حدة، لأن كل شعور ليه وصفة مختلفة. فالتوتر بيحتاج استرخاء، والخجل بيحتاج تعاطف الناس، والغضب بيحتاج إعادة تقييم للموقف، والخوف بيحتاج علامات أمان زي شخص بتثق فيه أو مكان مألوف. زي ما قلنا في أول الحلقة، تغيير المشاعر مش دايما بيبقى بالمشاعر، أحيانا بالأفعال. الفيلسوف وعالم النفس ويليام جيمس بيقول إنه إحنا مش بالضرورة بنبكي أو بنرتعش عشان إحنا خايفين أو زعلانين بسبب حاجة حصلت. ترتيب الأحداث في الحقيقة مختلف، إنه لما بيحصل الحدث جسمنا بيتفاعل معه بشكل معين، زي إن نبضنا بيتسارع أو نفسنا بيضيق أو عضلاتنا بتتوتر أو دموعنا تنزل. وإدراكنا لتغيرات الجسم اللي حصلت هي اللي بتحولها لمشاعر. فبالتالي من وجهة نظره إحنا بنزعل لأننا بنبكي، وبنخاف لأننا بنرتعش. جزء كبير من المشاعر جاي من حالة الجسم، بالتالي تحسين حالة جسمك والعناية بيه بينظم مشاعرك وبيخليك أهدى. لما تدرب نفسك على إدراك اللي بيحصل جواك والوعي بيه، هتطور مع الوقت مهارة شديدة الأهمية، لدرجة إن البعض هيبتدي يسميها الحاسة السادسة. تلقط كل الإشارات اللي جاية من جسمك وتميز منها إيه منها إحساس خام من جسمي زي نفس ضيق أو عضلاتي مشدودة، إيه منها مشاعر وإيه منها أفكار وتفسير للعالم. فمثلا لو قلت لا أنا حاسس محدش بيحبني، أو حاسس إن أنا هفشل في البرزنتيشن، سردية وقصة أنت اللي بتحكيها عن نفسك. العصبية مش نوبة غضب عابرة، لكنها خليط من مشاعر وأفكار وأحاسيس ما قدرناش نواجهها فكتمناها. لكن تجدس المشاعر وتراكمها بيحولها لقنبلة موقوتة مستنية تنفجر. عشان كده هنفتح ملف المشاعر، لأن البشر كائنات عاطفية قبل ما يكونوا منطقيين. لما تسمي المشاعر كأنك مسكت الخيط اللي بيشد وبدأت تتحكم فيه بدل ما يتحكم فيك. لو حاسس ان الكلام لمسك، دوس لايك واشترك وفعل الجرس، ونشوفكم الحلقة الجاية، وسلام.